بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقه جديده. هاد الامطار ديال الخير اللي عطانا الله امطار مهمه وبزاف وكثيره، وسبات في واحد الفيضانات، اللهم لك الحمد. على اي حال سبات فيضانات، وهذا الشيء ما عرفناش، رحنا بزاف التغيرات المناخيه اللي اثرت على بزاف ديال الدول اوروبيه، امريكيه، دول افريقيه. كاين فيضانات في افريقيا لداخل، بزاف الفيضانات اكثر منا، كاين شي دول سمعتهم اكثر منا حنايا. ولكن على اي حال حنا وقعدنا هاد الفيضانات، ولاو بعد المدن ولاو فيضانات كارثيه كما شفتم، لا في القصر الصغير لا في القصر الكبير، ولا في الغرب، ولا في المضيق، ولا في العريش، ولا في كذا، ولا في طنجه. وهذا الشيء ولا تيطلب منا واحد الجهد اخر. صاحب الجلاله عطى التعليمات ديالو باش جميع المؤسسات الدولة تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، وكل واحد يقوم بالمهام ديالو لمساعدة المتضررين. وراكم شفتوا الناس ديال القوات المسلحة بالماتريال ديالهم، شفتوا الناس ديال رجال المطافئ، شفتوا الناس ديال الدرك، شفتوا الناس ديال البوليس، شفتوا القياد كيفاش تيخدموا، شفتوا المساعدين ديال القياد، شفتوا الناس ديال القوى المساعدة، كل شيء خدام باعتراف الناس اللي عايشين معاهم، اللي عايشين في ديك المناطق فين خدامين دابا. تماره كحله. ولكن خص المواطن حتى هو يفيق شويه، خص المواطن يساعد. خصنا اليوم نساعدوا، هذه كارثه تعرفها بلادنا، نساعدوا باش بمعط الله نديروا جمعيات. انا شفت اكادير واحد الفيديو، اكادير الناس خدامين تيجمعوا الفلوس، الناس المتضررين في اكادير تيجمعوا فلوس غادي في الشوارع وتيجمعوا ناس باينه في وجههم اتقي الله، وناس باينه في وجههم ناس مخلصين للوطن، وخدامين تيجمعوا الفلوس وتيجمعوا الكواش وتيجمعوا الاغطيه اللي غيرسلوهم الاماكن المتضرره. وخص هذا الشيء يكون في المغرب كله، خصو يكون في الرباط، ويكون في القنيطره، ويكون هنا وهنا وهنا وهنا. الناس ديال القصر الكبير فتحوا لهم المجال باش يمكن لهم يركبوا في القطار مجانا ما بين طنجة والقصر الكبير، لان بزاف الناس مشاو عند العائلات ديالهم تيمشيو يزيدوا للشمال لعند العائلات ديالهم على طنجة. هذا الوقت حنا في المغرب في حاجه الى التعاون فيما بيننا. هانتوما شفتوا حنا عمرنا ما بخلنا على شي دوله في العالم وقعت عندها شي كارثه. ديما تسمع مشات الطياره تحمل المعدات الطبيه وكذا وكذا، مشات طائرتين محملتين. ديما تسمع طائره محمله، طائرتين محملتين، 3 طائرات محمله، وتنعطيو الناس عندهم كارثه. ولكن للاسف ما سمعناش شي رجاتنا شي دوله صيفط لنا شي اعانه، ولا دوله صيفط لنا الفلايك، ولا صيفط لنا الهليكوبترات، ولا صيفط لنا الطيارات باش يدفعوا العافيه في دوله اوروبيه. الطيارات ديالنا صيفطناهم باش يدفعوا العافيه في دول اوروبيه، ولكن ما شفنا حد صيفط لنا ولا شي حد قال هذوك الناس راه عندنا كارثه. راه عندنا كارثه، راه كارثه وطنيه هذه يا سيدي، راه كارثه. وراه ماشي غتحد غدا ولا بعدو. واخا تنشف الارض وتجي الشمس، ما بعد ذلك راه ما عندنا والو. راه بالنسبه للغرب ما كاين لا حرط لا هذه لا ديك. البهايم الان راهم في خطر، البهايم ديالهم في خطر. راه عطاهم الناس، الدوله عطاتهم الحمد لله، بنات لهم الخيام يجلسوا فيهم، الناس يمشيو يزوروا ذوك الخيام. سيروا شوفوهم، هزوا شي حاجه معاكم في الطوموبيل، البسه، هزوا معاكم شي حاجه، هزوا واخا تعطيو غير عائله وحده، غير عائله وعاود دخلوا عليها مواد غذائيه وكذا 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 وكذا. تحركوا لذوك الجهات، شوفوا ذوك الناس. هذا الوقت خصنا نتكتلوا فيه، وخصنا نتعاونوا مع بعضياتنا. اليوم اللي عطاه الله شيء، اللي مرتاح في دارو وعنده خيرو، تفكر دوك الناس، تفكروا باش ما كان. سيروا زوروا دوك الناس في القياط اللي هما فيهم، وعاونوا هاد الناس في القياط اللي هما فيهم، وفي الخيام اللي هما فيهم، وطلعوا عليهم. ولو دي معك شي حاجه، غير شي عائله وحده ديها لها، ولو تشد غير شي واحد تلقاه مريض تما، وتاخذ داك الدواء اللي عطاه الطبيب وتمشي تجيبوا ليه وتعطيه ليه واحد، وتعاونوا. هذوك الناس في حاجه الينا، خصنا نساعدوهم. كما قلت اليوم خص دوك الجمعيات يتحزموا لهذا الشيء، يجمعوا ويديو دوك الناس ويعاونوا دوك الناس، كما داروا الناس ديال اكادير. تنحيوا من هذا المنبر اللي خرجوا تيجمعوا الناس في الشوارع، البسه وفلوس وداك الشيء وغاديين بها تما. وخصنا نكونوا، لاننا حنا اليوم خصنا نتحزموا كاملين. هذه كارثه طبيعيه، ماشي عندنا بزاف الناس، كارثه طبيعيه. خصنا نتحملوها ونساعدوا الناس اللي هما في متضررين ديال هذه الكارثه هذه.
وغيكون الخير ان شاء الله كما كان الحال. غتبان الشمس ان شاء الله، وغيتحيد هذا الفيضان ان شاء الله بقدرة الله، وغيكون الخير من بعده كما كان الحال. نتوكلوا على الله. الحلقة ديالنا اليوم واحد الوقت كنا خدامين، كنت خدام في السلطة القضائية، وكنت رئيس ديال واحد الفرقة في السلطة القضائية، فرقة جنائية. وعيط ليا رئيس السلطة القضائية، صيفط واحد الكاتبة قال لها كلمي الخراز. دخلت عنده، لقيت عنده واحد 3 ديال الدراكيين، سنت عليهم وجلست. قال لي يا السي الخراز الله يعطيك الصحة، عندنا واحد القضية من الاختصاصات ديالك، أي ديال الفرقة ديالك، الفرقة الجنائية، غتمشي مع هاد الدراكيين. راه لقاو واحد الوليد، واحد الدري صغير عاد تولد، مرمي في واحد الخلا، وتبين بأنه مقتول لأنه خانقينو، باين بأنه مخنوق وداكشي، وردوه لامورغ، وراه جاو باش تمشي معاهم لأن غيقوموا بعض الأعمال هنا في قنيطرة داخل المدينة. غادي تمشي معاهم وغادي لأنه النفوذ ديال الدري لقاو في النفوذ ديال الدرك الملكي، وانا خصني نمشي معاهم للمستشفى الولاده. علاش؟ لانه تبين من خلال الطبيب الشرعي، قال لي مودي هذا راه تزاد في السبيطار لانه عنده السره مربوطه بطريقه احترافيه، السره ديالو هنايا، وعنده فيها الدواء الحمر، صافي ديال هاد الدري تولد. هاد البنيه بنت هي تولدت في ماتيرنيتي. مشينا للماتيرنيتي، مشيت مع دوك الدراكيين من اجل البحث. مشينا عند الماتيرنيتي، اتصلنا الطبيب الرئيسي، جا عندنا مشى معنا الماترنيتي، قلنا لها ودي راه هاد البنيه تولدات ربما عندكم، حنا ما عرفناش واش عندكم او شي مصحه، ما عرفناش، وراه ترمات وهي مقتوله وتلقى عند الدرك الملكي. دابا بغينا نعرفوا واحد مجموعه ديال العيالات اللي في هاد الاسبوع هذا، هاد الاسبوع، لان ديك البنت تقريبا عندها مرميه، لقاوها واحد 3 ايام. كيفاش لقاوها مرميه؟ لقاو واحد الحيض، واحد السكه، واحد الجهه، واحد الصور ديال السكه في النفوذ ديال الدرك الملكي. شي واحد داز من تما بجنب داك الحيط، يمكن بغا يقضي حاجته، هو يلقاه وعلم الدرك الملكي، وجاو الدرك الملكي وهزوها. الماترنيتي ما عندهمش شي في النفوذ ديالهم، عندنا في النفوذ ديالنا حنا في المدينه، عليها جاو عندنا. هذاك الطبيب الرئيسي جبد داك الكتاب ديال الماترنيتي كله، قال لنا ودي هذا الكتاب هذا راه فيه العيالات اللي ولدوا اخيرا، اللي مقيدين بانهم جاو ولدوا هنايا، ولدوا كذا كذا، ولكن ها هي هاد الصفحه هذه وهاد الصفحه وهاد الصفحه، صافي دير عندنا واحد 3 4 صفحات نقلبوا. وقال لنا يمكن لكم هاد الكتاب هذا، هاد الرجيس يمكن نديه لكم معكم تساليو به وردوه لنا، ولكن ما تفوتوش النهار اليوم، حنا غنستغلوا لا دخل شي حد غنديروا في واحد الورقه جانبا تتردوا لنا هذا الريجستر. ولكن لا كانت هذه البنت كما قالت الطبيب هذه عندها واحد 3 ايام، قلبوا في هاد 3 ايام هذه، هما الناس يدخلوا في هاد 3 ايام. هنا وقعت واحد القضيه، غادي نديو هذاك الكتاب باش نقلبوه، غيديوه الدرك الملكي. ولكن كان واحد الاتصال، داروا واحد الدركي من تما من المستشفى، داروا مع السيد وكيل الملك، قال لها ودي راه حنا مشينا دابا راه عطاونا واحد الريجستر، اش فيه هذا الريجستر غنديوه حنا، واش هذا الريجستر نديوه حنا او يشوفوا الاخوان ديال الشرطه القضائيه هما معنا، هما اللي يشوفوا يقلبوا هنايا، لانه الولاده قد تكون عندهم هنا. اذا البدايه ديال هذه الجريمه هذه بدات من هنا، ما عرفناش شيء. قال لي اجوا عندي. مشينا حنا ب4، اي 3 ديال الدراكين انا معهم. دخلنا عند السيد وكيل الملك. السيد وكيل الملك راك تعرفوا هو الرئيس القضائي ديالنا، هو كامل يتعلق بما هو قضائي هو اللي مسؤول عليه، التحرك ديالنا، التتبع ديالنا، اش غنديروا، هو اللي تعطي التعليمات، هادشي راه معروف. دخلنا عنده هازين داك الريجستر، حطينا قدامه، شاف داك الريجستر قال لنا دابا هذا الريجستر راه ساهل، عندكم هنا 3 ايام باش البنت طرمات، غتشوفوا شكون هي البنت اللي خارجه هنايا، شكون هما اللي ولدوا البنات، راه ما غيكونوش بزاف في 3 ايام، غيكونوا شي 4 5 6 هذا، وهادو لابد
ما تمشيو عندهم وتشوفوهم وتشوفوا العناوين ديالهم وتمشيو عندهم تسولوهم فينا هما المولود اللي ولدوا، تستدعيهم واحد بواحد كذا كذا. واحد الوقت هو يغير الراي ديالو، قال لنا شوف قال دوك الدراكين، شوف الله يعطيكم الصحه، دابا هاد البنت تولدات في المستشفى في قسم الولاده اللي هو تحت النفوذ ديال الشرطه. الا ما تولداتش هذا تولدات في شي تولدات في شي مصحه، المصحات كلهم في وسط المدينه تحت النفوذ ديال الشرطه. دابا غتخليو هذه المهمه الشرطه القضائيه، عطيوها الشرطه القضائيه هي اللي وسط المدينه غتخدم. عطى التعليمات ديالو، قال لي وكان تيعرفني، وقال لي السي الخراز الله يعطيك الصحه وقف على هذه القضيه هذه، وإلا لقيتي شي حاجه عندها علاقه بانه الجاني او الجنات ساكنين في النفوذ ديال الدرك الملكي بقاو معاهم باتصال. ما يمكنش حنا قال لنا هنايا غادي الدرك الملكي غادي يوليو هما اللي هما خارجين على المدينه بزاف، ويبقاو يستدعيو ناس من المدينه من هنا يديو حتى عندكم تما وشوفوا كذا كذا من المصحات ويبقاو يدوروا هنايا. ولكن غتبقاو في اتصال في هذه القضيه هذه حتى لا بان شي حد من الجنات كما قلنا ساكن عند النفوذ ديال الدرك الملكي علموهم. الدرك الملكي اللي عليهم غادي يقدموا لكم واحد المساعده، هما انه الدوار اللي حداه تلقات هذه البنيه هذه غادي ياخذوا معلومات يشوفوا ياك ما ولدت شي وحده في السبيطار وداتو تما رماتو ودخلت لدارها في الدوار اللي عند الدرك الملكي، ياك ما عافاك هذه القضيه بقاو اتصال بعضياتكم. ولكن المهمه ديال نتوما ديال لابي جي خدموا بعدا نتوما هنايا كملوا العمل ديالكم. اتفقنا على هذا الشيء هذا، مشاو للدرك الملكي، تليفونات تبادلنا بعضياتنا وحنا كنا عارفين بعضياتنا. جيت انا عند رئيس السلطه القضائيه قلت له ودي اش وقع. هو قال لي ما كان ما احسن من غير كمل هذه العمليه هذه، كمل هذه لافير هذه. كانوا عندنا قضايا تنخدموهم، ولكن قال لي شوف حيد عليك هذه القضيه هذه خدمها انت نيت سير خدمها. قلنا مريضنا ما عنده بس. مشيت شديت داك الكتاب ولقيت زايدين في المستشفى في ذاك الفتره ديال ديك 3 ايام، وانا قلت درت على حساب سيمانه كاع، درت على حساب 10 ايام كاع، لقيت 4 البنات اللي تزادوا ديك 10 ايام. انا درت 10 ايام ماناش غير 3 ايام، ديك 10 ايام كاع مثلا داوها بقات حي عضرمه وهكذا كذا كذا. ولكن الطبيب قال تيقول بانه طب هذه تزادت 3 ايام عندها تزادت. انا قلت نبعد شويه الخط باش نقلب مزيان. خديت العناوين من ذاك الروجيستر وديت الروجيستر، خديت العناوين وديت الروجيستر رديته للمدير ديال المستشفى الطبيب الرئيسي. وهنا دخلت معه في واحد الموضوع، وهذا الشيء كنت قلته واحد النهار. هذاك الريجيستر ديال المستشفى، دوك الريجيستر فين تيقيدوا اي من تجي تدخل المستشفى سواء الماتيرنيتي او لي زيرجونس او كذا او كذا، لابد ما تيقيدوك. ياك سيدي تتكون وحده تتقيد في الباب، زيد سيدي شنو عندك كذا قيد، زيد سيدي شنو عندك قيد. ما بعد الناس كاين بعض الناس راهم تيدخلوا المستشفى وتيدخل عند الطبيب وتيكون في حاله استعجال والطبيب تيشوفو تيخرج يدو وتيخرج كاع ما تيتقيد. هذا هو المشكل. كاين اللي تيتقيد غير باش ياخذ شهاده طبيه، وماشي هذا هو المشكل الكبير. اما راه خص المستشفى حتى شي واحد ما يشوفوا الطبيب في المستعجلات الا تكون عنده واحد الورقه صغيره مثلا هكا صغيره تعطى ليه فيها رقم، تعطى ليه معناها بانه راه تقيد في الدخول. ما تدخلش على المستشفى، تدخل شنو عندك سيدي، شنو عنده ذاك الراجل، عنده سيدي مريض جبناه في لامبولونس اكسيدون كذا كذا، شكون اللي معاه فلان، لاكارت ديالو قيد فط ونعطيه واحد الورقه عادي يدخل. ما يدخلش ديريكت من تما ويجبع عليهم ويدخل ويوقف مع شي واحد من السيكوريتي ويدوز ويمشي. بعض المرات تنمشيو نبحثوا في شي قضيه ومشى للمستشفى وراه دوا وخرج وسميتو وراه ما تقيدش. ثانيا المشكل اللي كاين، وهذه هاد الفتره هذه تنبه بها مديري واطباء الرئيسيين، الطبيب الرئيسي او مدير السجن يردوا بالهم منها، او الحراس ديال الحارس ديال المستشفى
بحال الحارس العام وكذا وداك الاطباء اللي هما تيتسمى حارس عام ديال المستشفى، الناس مسؤولين في المستشفى سيرتو في المستعجلات، سيرتو في السبيطار عندهم روجيستر تيكتبوا في الروجيستر. هذاك الروجيستر راه مقدس اللي بغينا نقولوا، راه مهم داك الروجيستر، هذاك الروجيستر ديال يدخلوا الناس للسبيطار وحتى سميتو راه مهم بزاف 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 بزاف. يا ريت كنا في جميع المستشفيات ما يكونش داك الروجيستر يكون انفورماتيزي، يدخلوه انفورماتيزي مكتوب. بعض المرات تيكون شي فرملي او شي واحد تكلب هذه المهمه ديال الدخول وتكتب سميتك اسيدي بن انت شوف لاكارت فين ساكن، عطاه لاكارت ونعطاه حديثه. اذا جيتي تقرا ديك الكتابه ديالو ما تفهمهاش وتدخل داك الروجيستر وما تفهم ما تعرف واش كتب، وكتبته تعرفها غير هو او بالزربه. لما تكتب بالزربه لما تجيك شكون اللي كتب هذه الكتابه ديال فلان تقول لي قرا هذا العنوان هذا كتبتيه خويا، العنوان هذا ما هي عندنا يا الرباط، لا زاد في الرباط، لا عندنا العنوان هو ما عرفش كتابته، كتب الزربه والخفه ما عرفش كتابته. وهذاك الريجستر تيمشي حتى للمحكمه، وهذاك الريجستر يشوفو حتى الوكيل العام كان شي قضيه كبيره تتثبت وتنصوروا واحد الورقه في انه مشى للسبيطار فعلا ودخل لي زيرجونس ولقيت سميتو ها هو تجدون رفقته صوره راه مهم بالنسبه للمخزن، راه مهم هذاك الريجستر يكون محترم داك الريجستر. وتخيل واحد الكتابه باينه وواضحه وراه تيبقى ارشيف تيتحط مع لي زارشيف لما تيعمل الريجستر. ترجعوا ليه من بعد عامين 3 4 سنين ورجعوا واش فعلا مشى للسبيطار، واش دخل واش دار واش فعل واش ترك. وهذاك الروجيستر اللي قلت لكم انا ديت لقيت فيه مشكل، والله لقيت فيه مشكل. فلانه زات عندها بنت عنوانها ما بينش مزيان فين هذا بزز باش طلع لنا لقينا التسميه هاك بوانتيهاش والكنيه ديالها باش طلع لنا العناوين ديالهم. ومشيت عند 4 ديال العائلات اللي ولدوا بنات ومشيت تنشوف وتنبحث معاهم، ولكن للاسف ايضا مشيت عندها وتنقول واش عندكم واحد السيده ولدات، حنا بوليس تمشيو نسولوهم عندكم هاد السيده واحد السيده ولدات فين ولدات في الماتيرنيتي فوقاش ولدات هاد يومين هاد 3 ايام 4 ايام عافاك فين المولود، ها هو كان خصني نشوفو وتنطلع وتنشوف المولود وتنشوف بان بنيه مولوده وكذا وكذا. عطاوك شي ورقه تما عطاوني ورقه ديال الخروج نشوفها هذه ديال الخروج باش خرجت كذا كذا، ولكن دوك 4 كلهم عندهم بناتهم ما لقيتش. انا رديت الخبر على السيد وكيل الملك هو قال لي شوف في المصحات ربما المصحات، وهنا بديت في المصحات تنظر. اذا اللي غيمشي للمصحه وغيخلص المصحه على ولاده ما تنظنش غادي يرمي الدري الصغير ولا كذا. يمكن الناس يخدوا يرميو ولادهم يكون لا شرعي مثلا الفقر والحاجه او الخوف او كذا او كذا، ولكن مشيت كما قلت لكم لشي 4 المصحات اللي كاينين وشفت معاهم الولادات الاخرات اللي كان عندهم. لقيت 2 ديال الولادات، بنت في واحد المصحه ولد في واحد المصحه تولدوا اخيرا تولدوا ذاك الاسبوع جاو عندهم. الاخرين ما عندهمش شيء، ما السيمانه ما دخلت عند حدنا 4 ايام ما دخل عندنا حد ما كذا ما كذا. واخا هكاك تنشوف دوك الريجيست ديالهم تنشوف داك لونطري وسورتي كذا ما كاين شيء. مشيت عند دوك العائلات مشيت عند واحد العائله عندها بنيات زلتات في المصحه ودخلت وشفت البنت وتاكدت منها. مشيت عند العائله اللي عندها الولد دقيت عليهم وخرجوا الناس في فيلا وخرجوا عندي، ولكن لقيت واحد بوهم خرج عندي وبعديك ما تنساها شيء. واحد الرجل سكرو بلي مالان كو لي زوت تيصحاب صون مطور اكثر من الناس، بقى تيدير معايا لونكيت وانا غادي في سيارة الشرطه وانا ضابط وجبت لي لاكارت ومعايا السيد اللي اكومباني معايا. قلت حنا جاي نبحثوا. وعلاش اخويا هذا البحث؟ حيت حنا واحد الدري صغير لقينا مرمي وكذا وكذا، وحنا ما عندناش بنت صغير، حنا عندنا ولد. واخا عندكم ولد يمكن نشوفوا، الله يعطيك الصحه غير نشوفوا. وكيفاش تشوفوا؟ عندكم شي ورقه باش تدخلوا لداري؟ يا ودي الله يكثر خيرك، الا خديت خرجوا قدام الباب غير نشوفوا. راه عندنا تعليمات ديال السيد وكيل الملك، راه عندنا تعليمات السيد وكيل الملك، وراه بحثنا وما يمكنش. لا جيبوا لي ورقه وكيل الملك وفيها الاسم ديالي انا باش تدخلوا لداري. وحنا معاه قدام الباب حتى شكينا فيه واتصلنا بسيد وكيل الملك قلنا لي عندي واحد السيد راه تيقول عنده ولد تولد ولقيناه في واحد المصحه خرج تيقول ولد، ولكن حنا بغينا نتقنوا واش بنت ولا ولد غير باش نشوفوا. وراه السيد راه قال لك ما تتعاملش معنا ما دير حتى شي حاجه معنا. قلنا غتهزوه غديوه الشرطه القضائيه
وغتبوانتيوه تعرفوا فاش خدام شنو تيدير وكذا وكذا، وغادي يدير معكم واحد المحضر بانه غادي يجيب مراته وغادي يجيب الرضيع ديالو ويجيو معكم الشرطه القضائيه باش تشوفوا وتاكدوا منه ان هذا هو اللي زاد في الكلينيك، راه ولد ماشي بنت وكذا 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 وكذا، وديروا لي محضر. وجاوبكم هذا المحضر هذا يجاوبكم عليه بانه رفض باش يستقبلكم، رفض باش يخرج الدري تشوفوه، رفض اي حاجه. انا التعليمات ديالي مشينا عند السيد من جديد، عطيناه استدعاء، قلنا لك اخويا استدعاء، هضرنا مع السيد وكيل الملك، هاك استدعاء، هاك استدعاء، وجي عندنا وجيب الدراري وجيب مو وجي عندنا بيجي. هنا خرج واحد ولدو ما كانش يعرف المره الاولى فاش جينا، هذاك ولدو سلم عليا وقال لي سميتي وكنا ما تنعرفوش شيء، قال لي السي خراز لاباس؟ قلت له لاباس بخير. قلت له ودي اش كاين اش كاين، وراه هذا رفض باش يستقبلنا ولا يهضر معنا يتكلم معنا، اضطرينا باش نهضروا مع السيد وكيل الملك، عطانا استدعاء جبناها ليه باش غيجيب الزوجه ديالو ويجيب ذاك المولود اللي عنده يكون ذكر او انثى، نجيو نعاينوا عليه كذا وجيب ورق ديال صورتي باش خرج من الكلينيك. قال لي علاش هذا الشيء؟ ودار فيه، قال لي انت اش دخلك في هذه الهضره، واش دخلك في هذا الكلام، واش دخلك في هذا الشيء، ولا تزايد مع هاد الناس؟ هو غسل بواه، قال لي ماشي شغلك، ما تقولش عليهم هذه الهضره، خرجهم. قال لي السي خراز انت نقول لك تفضل عندنا، تفضل دخل، مرحبا بكم دخلوا كذا كذا. هنا لقينا الولد تما صغير، لقينا مو واحد المراه مأدبه مسكينه ما هذا شنو تشربوا شنو ديروا، هو بقى ساكت. وشفنا الدري وباركنا لذاك الدري وداك الشيء، وجبت انا واحد 50 درهم وعطيتها ليه، وديك المراه علاش اسيدي؟ هو قال لي لا سيدي ما عطاش فلوس. قلت له لا هذه عاده ديالنا حنا المغاربه، الزروره، الناس الزروره عندنا في المغرب موالفين، من شوف الدري صغير تزاد تمشي شي حاجه نديروا تحت راسو، هذه الزروره ديالنا. وخرج هو مع ولده وتبعني قدام الباب سنتي داك الشيء، وهو نضرت في ذاك باه كيشريف انا راك في قصينا، ولكن نقول واحد الهضره، شتي انت راه ما تعرف والو قدام ولدك، شتي انت رجل لا تفهم شيئا ولا تعرف شيئا، غير فيك علاش. هنا مشيت في حالي وتاكدنا بانه هاد المولود ما تزاد شيء في هذه المدينه، ما لقيناه لا في الماتيرنيتي ولا لقيناه في اذا منين جا هاد الدري جا مشي من بلاصه اخرى، هاد البنيه عفوا كل ساعه ترجع الدري، هاد البنيه جابوها مشي بلاصه اخرى، ولدوها في شي كلينيك ولا في شي سبيطار وجاو رموها تما. من الناس اللي تولدوا في الماتيرنيتي واللي تولدوا ما عندهم وليداتهم ما لقينا شيء. الدرك الملكي خبرونا بانه كان واحد شي جوج ديال العيالات اللي ولدوا في ذاك الدوار اللي وحدهم، واحد الدوار مجاور، وبانهم هذوك ولادهم باقي عندهم وداك الشيء. انتقلت عند الدرك الملكي انا وخبرتهم بهذه المعطيات، كما ودي راه القضيه خرجت فاشله، راه جدنا باش يكونوا على بينه شنو تنخدموا، حيت هما شاركين معنا في لافير. ومشيت عند وكيل الملك، اش كاين قال لي وانا راه جابوه لكم شي بلاصه بعيده، هاد البنيه جابوها لكم وحطوا لكم هاد المولود، حطوا لكم تما، جابوهم شي بلاصه وحطوا لكم تما، حطوا للدرك الملكي. ودي لي واحد لابور داتونت، واحد التقرير، قال لي ولكن البحث عافاك كيبقى جاري، ديروا مجهودكم، راه ماشي واحد البنيه مولوده وتقتلات وترمات بجنب السكه واحد البلاصه اللي الناس تيديروا حاجاكم، تيديروا حاجتهم وسط واحد الزبل، ترمى ديك البنيه. ان مشيت بعد الدرك وشفت المكان. وثانيا هذيك البنيه ديك المولوده واحد الفوله دايره على عنقها، فوله دايره مزيان على عنقها، ومدخل واحد الطرف ديال الفوله في فمها، اي انه اللي شنقها دار لها الفوله في فمها باش ما تغوتش، وشنقها باش قتلها. البنت مقتوله. حنا ما لقينا شيء، بقينا حابسين، ما عرفنا ما عرفت ما نزيد ما ناخر، ما عرفنا شكون اللي حط داك الدري هذيك البنيه. واحد النهار عيط لي واحد الرئيس ديال الدائره، عيط لي، يمكن كان على علم بديك القضيه اللي حنا كانت تنخدموا فيها، القضيه هذه ان الهضره تدور ما بين البوليس. عيط لي، عيط لشاف لابيجي، وشاف لابيجي قال لي السي خراز سير عند رئيس الدائره الرابعه. مشيت عنده قال لي خراز لاباس بخير كذا كذا. لقيت واحد المراه جالسه ومعها واحد جوج بنات ومعهم مراه كبيره. قال لي السي خراز قول لي كنتو عندكم شي افير ديال شي بنت لقيتوها
مرميه عند في الخلا مقتوله وكذا 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 وكذا. قلت له ايه؟ قال لي يمكن ديك البنت راه بنت هاد السيده هادي، السيده رجعت عندنا وبغات تدير واحد الشكايه بان بنتها مشات ليها، بانه ودات في السبيطار، وان الدوله بنتها، بانه كذا. وانا استبعدت تكون هاد السيده هادي. قلت له دير عندنا التاريخ فوقاش تولدت البنت وعندنا كل شيء وهذا وهذا. قال لي ودي هضرت مع السيد وكيل الملك، قال لك عطاها الشرطه القضائيه يبحثوا فيها، عندهم اظفار تشبه هذا الشيء هذا. قال لي شو مع الخراس؟ قلت له واخا سيدي متفقين، يلاه لا يلاه. مشيت ديتها لابيجي. هاد السيده قلتها في لابيجي، بديت تنسولها فوقاش ولدت، عطاتني التاريخ اللي ولدت فيه في ديك 3 ايام فاش البنت ترمات، وقالت لي ولدت بنيه. البنت باقا عندنا في لامورك، في الثلاجه كما تيديروا في لامورك في مستودع الاموات، باقا ديك المولوده باقا عندنا تما. الغطا باش لقاوها باقي معاها ملوي فيها تما، لان حنا ما خديناش اوامر ديال الدفن باش نقولوا المنظمه اخويا تدفن هذه البنت هذه، لا حنا البحث جارين وهي بقات تما، راه كانت تبقى شهر شهرين 3 شهور، كل واحد كيفاش تيبقى. كاين الميت اللي تيدوز واحد المده حتى تعطي وكيل الملك امر باش تدفن، تيكون تابعوا التشريح، تابعوا كذا، تابعوا بحث. هاد البنت كانت باقا تما. قلت لديك السيده تمشي معايا تشوفي واحد البنيه لقيناها وكذا وكذا، راه كم دايره الغطاء ودايره هذا ودايره. مشات السيده شاف ديك البنيه، بيان سور ما عرفتها شيء، ولكن قالت لنا واش لقيتوها في هاد الفوطه هادي؟ قلنا اه. قالت هاد الفوطه هي اللي جابوا لي انا، العيالات اللي بغيت نذكر لكم اللي داو البنت جابوا لي هاد الفوطه فاش كملتها انايا، هما اللي شراو لي هذا، هما اللي شراو لي ديك الكذا وهذا، شي حوايج جات تما حسيت كنا صغيره وداك الشيء. قلت له يلاه معنا الله بيجي. درنا محضر بانها تعرفت على ديك البنت، وهبطنا السيد وكيل الملك وقال لي ابحث، عمق البحث. هاد السيده عاودت لي القصه ديالها اللي غنعاودها لكم بلا كل مره نبقى نقول لكم وقالت لي وقالت لي وقالت لي وقالت لي، نعاود لكم القصه كامله. هاد المدينه اللي حنا فيها كانت واحد البنت، كانت واحد المراه معروفه في المدينه، معروفه اولا بواحد الطول ديالها وواحد الغل ديالها، معروفه مسمينا على باها، بحال نقولوا حنا ما نقولوا سميتها، كنقولوا بنت نجار، نسميو هاد السميه هادي ان مسميه على باها. كانت واحد السيده فايت عندها سوابق، في التجاره في البشر. كانت شي مره بغات تحرك شي وحدين، خدات عندهم شي فلوس، ما فلوس حرقت شي وحدين وهذا تبصرات. تشدات وعندنا في المحكمه، بغات دير شي واحد القاضي، شدها بحال التلبس على واحد القضيه ديال الناس اخرين. هاد السيده كانت معروفه عندنا فين ما تكون شي مصيبه راه حاضره. مشينا لي زيرجونس تلقاوها شي واحد تضرب بشي موس ولا شي حاجه راه حاضره. مشينا شي جنازه ديال شي مسخوط وقعت حاضره. في الشارع غدا وتسلموا انا باس بخير كذا 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 كذا. هاد السيده كانت في اسبانيا شي ايام، عندها واحد بنتها تقول هي، انا عمرها ما عرفنا تزوجات، وكنت تقول كانت تزوجات الصبليوني ولدت معاه، ما بغاش تعيش في اسبانيا وجات في حالتها وكذا 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 وكذا. عندهم واحد الاب ديالها خلى ليها شي 2 دويرات كاريهم باش هي تتعيش، عايشه هي وبنتها. بنتها تمشي وتجي اسبانيا، البنت كبرات وهي بقات تدور في المدينه من هاد الجهه لهاد الجهه، من هاد الجهه لهاد الجهه. كان معروف عليها بانها تجيب حماتها لدارها وتتحضر، وبعض المرات تكون شي مناسبه ديال شي والي غادي يعمر ديال حماتها ولا شي حاجه، تدوز مع ديك القافله ديال حماتها في الشارع. انا شفتها واحد النهار كتفي لها يديها وغدا وسط حماتها تدير كشراطيح، الحمد وشيه الحمد وشيه كذا كذا، وتيضرب فيما تكون حماتها هي كاينه حاضره. من تيكون شي موسم سيرتو في النواحي المدينه تلقاها هي مع حماتها، ديك حماتها الحلقه ديالها هي اللي كبيره وتتحضر وكذا وكذا. عارفين عليه حنا ان البوليس ان عارفين هي تتشرب، سامين عليها الريحه بانها عندها واحد الدار ديالها بوحدها. ديك الدار تدير فيها ليله حمراء، تتجيب فيها بعد
بعض الناس يبغوا يقصروا مره هي تتوقف مع جيرانها الا كان شي حاجه، وتمشي مع بحال ديك الشاف ديال الدوار كما تيقولوا، الشاف دوار، تمشي مع جيرانها الا كان شي حاجه، ولا ولادهم تشدوا، عارفه هي لا بي جي، وعارفه السي فلان، وعارفه السي فلان، وعارفه المحكمه، وعارفه الحبس الكارديان فلان فلاني، والناس مقرينها متى دير ديك التحرمي جا عندي عائله وكذا وكذا، هي داخل تما الله يرحمها، واللي مره تجيب شي حد. هذيك السيده عندها باها ملك شي زيتون ديالو في النواحي الوزان، معروف عليها هي من العام للعام تمشي تجيب الزيتون وتتبيع الزيتون، تتبيع الزيت وكذا وكذا وكذا. لما تتسلم هي تتسلم على البوليس بزاف، لما تتسلم حتى انا كانت تتسلم عليا، بعد ما تلقاني واقف نمشي قلت تدوس، يقول لك خيتي جايه لك مسخوطه جايه، السلام عليكم ولا باس خويا خراز هنيات ونصحى لاباس، وكنت حدا داري يجيب لكم اتاي، والله تنجيب لكم والله كذا كذا، سي خراز ان شاء الله شنو نجيب لك؟ الزيت، الزيت راه عندنا الزيتون في خماري، نجيب لك الزيتون والزيت، كتقول لك كلشي، هاد الهضره هادي. تعرفوا دوك النوع اللي تتقرب من البوليس حتى تكون تقول ديما غادي نحتاج ليهم، كان تيتقرب من البوليس بزاف انه تيكون تيدير مشاكل، تيقول نبقى معاهم مزيان، واحد النهار غنلقاهم، هي هذا النوع هذا. وكان واحد المره فاتح ماي، والدار ديالها قريبه لواحد النقابه ديال العمال، وكان جابتينا حنا كنا جالسين بوليس، جالسين فين نعرفها مزيان انايا، جالسين في فارغونيط لداخل مجموعين فاتح ماي، باقي ما بديناش، وجابت الفطور وجابت الحلوى وعطاتهم لينا وجلسات، والدراري زاد عاودوا لها مزيان، تعرفوا قال لك هذه اش تدير كذا 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 كذا. هي كانت مشات لوزان ما داك الزيتون ديالها، وجات معها واحد البنت، شكون هي هذيك البنت؟ جابتها بان بحجه هي من عائله فقيره تما في وزان، غتخدم عندها في الدار ديالها، ما تخدم، بقات ديك البنت خدامه عندها، وديك البنت كانت جميله، هي كان مرادها كما لعبت مع بنات اخرين غتجيب وحده، وديك الوحده غتجيبها بان تخدم لها الدار وكذا وتعاونها وتدور معها وكذا، ولكن من بعد تقلبها لها تستغلها، تدخل معها في القواده الفساد وكذا وكذا، قدمها دوك الزبائن ديالها اللي تيجيو عندها تيكون عندهم فلوس. هاد البنت جابتها، والبنت كانت باقا شويه، عندها واحد 25 عام. هاد البنت كانت مطلقه، عائله فقراء تما، يمكن ديك البنت تما تعرفت معها وقالت لها بغيت نخدم ولا شي حاجه، جابتها تخدم عندها، بقات خدامه عندها. تتقول ديك البنت كانت تدير قصير، تتقول انا عندها الدار فوق لتحت تدير القصاره، ماشي تجي تيقصروا عندها مره واحد مره جوج مره واحد مره جوج، تيقصروا تيشربوا داكشي. انا كنت الخدمه ديالي هي تنسخر عليهم وكذا وكذا. بقى تيجي عندها واحد خينا فيرايور، اي تيبيع الحديد هذيك، الحديد في لافيراي، عنده الطوموط لافيراي هو شويه لاباس عليه، تنعرفوا داك خينا مخمر وكذا، ندورها في الطوموبيلات وشدا وكذا وكذا. تيجي عندها شاف هاد البنت، يمكن تم اتفاق بين صاحبة المسكن والضحية، تعرف مع هاد البنت هذه، تعرف معها، هي شجعتها، تقول لها راه لاباس عليه وكذا وهذا وهذا وطاطا وطاطا وطاطا. البنت كانت بعدا من داك الصداع، تا ولات دخلت هي في الصداع تما، ولا داك السيد من تيجي خصيصا ديك البنت، كانت تيجي مع شي وحده قبل ما بقاش تيجيبها، ولا مع ديك البنت، ولا مع البنت، قصر معها تما، بعد ديالها تيبات تما مع ديك البنت. هو معروف عليه تيصيد، تيمشي الصيد كما تتقول البنت، كان مره تيجي تيديها الصيد، وفي الصيد كانوا تيباتوا نهار يومين تيديها الصيد، وترد هذيك السيده مولات الدار بنت النجار، عندها الدنيا هانيه، المهم شداتو في يديها مزيان، ما بقاش تيقصر في بلاصه اخرى، ما بقاش يخسر فلوسو، تيخسر فلوسها عندها هي، تعطيها اللي بغات هي، شاده ليه البنت تما، والامور غادا. هاد خينا هاد الفيرايور دخل في شي مشاكل، طوموبيله ما طوموبيلات كذا كذا والتصوير وكذا وكذا، هو يتشد ويمشي للحبس، هو يتحكم بعامين، بقاو لافيراي فيه الخدامه ديالو، هو العلاقه اللي بقات بينو ديك البنت ولا تيبغيها وتيخسر عليها، وكان تيقول لها
هاد الفلوس من تيديها للصيد ولا كذا، هاد الفلوس او تيكون معها في الدار تما، تيقول لها هذه بينيها ليها وهذه خبيها. هي تتخبي فلوسهم، تيمشي هو تتقول له شحال عطاك، تتقول له عطاني مثلا 200 درهم، عطاني 300 درهم، الاخرى تتقول له راه دوري معايا، تدور معاها تتعطيها، اي الاخرى تتبغي المقابل. لما تيديها للصيد تيقول لها هاكي هاد الفلوس ديال داركم، وتيدوزها على وزان. هو كان تيصيد في الجبل، تيدوز على وزان، تتحط داكشي في دارهم وتيجيبها هو تيحطها، وتيجيب الاخرى الخضره في الطريق وكذا 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 وكذا، شي حجله ولا شي حاجه صيدها تعطي لهذيك وتدور معها، امور غادا مزيان. ولكن هو زاد دار علاقه مع دارهم في الجبل، كان تيدوزها من تما تيمشي عندهم، دار علاقه مع اختها، دار علاقه مع امها، ولا تعرفهم، باها مسكين راجل درويش، ولا تستقبلوه خدامه عنده بنتي، ولا تيقول بغا نتزوج بها، وحتى البنت ولا تيقول غادي نتزوج بها. واش كانت عنده نيه يتزوج بها الله اعلم، ولكن ولا تيبغيها كما تتقول هي، تتقول انا وليت تنبغيه مزيان، ولد الناس ويتهضر فيا وتيدير تيكسيني وكذا وكذا وكذا. لما تشد هو عامين ديال السجن وقعت الواقعه، اشنو وقع؟ هذيك البنت قالت لديك مولات الدار، قالت لها اختي بغيت نقول لك واحد القضيه، انا قال لي ما نقولهاش لك ولكن غنقولها لك. قالت لها شنو هي؟ قالت لها راه حامله. قالت لها شحال عندك؟ قالت لها 4 شهور دابا ما عرفت ما غندير. صافي مشاو عنده للسجن. كان ديك الساعه الزياره ماشي بحال دابا الحمد لله الزيارات دابا ما كنتش مع عائلته خوه باه مو كذا ما تشوفش السجين. كان ديك الساعه مطلوقه، هي تسيب اللي غنسميو. مشاو عنده هي الاخرى قالت ليه قول لي البنت راه حامله عندها 4 شهور. وقال لها هي راه قالتها لي انايا، ولكن تشديت دابا في الحبس كي غندير؟ قالت لي وكي غدير مع البنت دابا؟ تخلي البنت هكا كي غنديرو؟ فوالا. وقال لها المهم شوفي انت ديري شي حل، ديري شي حل ليها وكذا وكذا وكذا. ولكن الفلوس تعطيها لها. من تعطيها لها؟ تيطير لافيراي عنده التليفون، تيقول لها سيري دوزي عند الدراري لافيراي، سيري دوزي عند الدراري لافيراي. حتى ديك البنت تيقول لها بعض المرات خرجتي دوزي لافيراي، تدوز لافيراي. دوك الدراري ما عطيهم التعليمات ديالو، تيعطيها هاكي 1000 درهم هاكي، معلم قال يعطيها. خدات الفلوس من عنده ودات ديك البنت قالت لها خصنا نحيدو بنادم، هذا بنادم نحيدو لك دابا السيد دخل الحبس وكذا وهذا 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 وهذا. الاخرى قالت لها انا ما يمكنش نحيدو حتى تكون اختي معايا. قالت لها واخا عيط لاختك. جات اختها من الجبل، جات قالت لها شوفي السيد راه وقع، هو راه بغا يتزوج البنت وراه بغا ياخذها، ولكن دابا راه وقع ما وقع، راه البنت عندها 4 شهور راه حامله، ودابا السيد راه مزوج، خصو بعدا تيدير مشكل يحل مع مراته، يدير حل مع مراته وكذا وكذا وكذا. الاخرى قالت لها هي راه كتبغي يتزوج بها وهذا وهذا، ولا ولدت راه يدير مع الوراق ديالها، يدير الوراق ديالها وكذا وكذا. قالت لها لا ما يمكنش، الله يعطيك الصحه ما تنوضي لنا صداع، السيد في الحبس عنده عامين، باش انا نبقى هزاها. الا بغيتي تهزوها ديو نتوما داركم، راه خلي حامله تيخرجوا من الحبس، راه كتعرفي راه تجي معاك وتمشي لافيراي يعطيوها داك الشيء اللي خصها وكذا وكذا وكذا. هنا وقع مشكل. هذيك البنت اختها مشات عنده للحبس، قالت لي ودي دابا هذيك السيده قالت بغات تحيد لها بنادم، وحنا عندها 4 شهور وهي صحتها ضعيفه وتوقع شي مشكله وكذا وكذا. قال لها شتي اش غديري؟ وديها عندكم، سيد واحد غا مع الحبس ديالو، ولا ديها عندكم للدار، ولا بغيتي شي حاجه دوزي لافيراي، ولا جي عندي هنا نهضر معاهم راه يعطيوك، راه جي في الزياره. قالت لي واخا. دا الشهر 5 الشهر 6 تقول تمشي عند اختها تزورو حتى هي، تيقول تيعيط التليفون، كان ديك الساعه كلشي عنده التليفون، تعيط لافيراي تقول نعطيوها 2000 درهم، نعطيوها 1000 درهم، نعطيوها كذا نعطيوها كذا. الكرش بدات تتبان، البنت خافت من الشوهه ديال الدوار ديال القبيله وداك الشيء، مشات عنده قالت له ودي انا خفت من الشوهه وغنطيح في شي مشكل، دابا الدري ما بقى لي ما يتحيد ما بقى لي ما يدار، هادشي اللي في كرشي، دابا هضر مع فلانه رجع عندها تما مستوره تنولد عندها. استدعى بنت النجار وجات عنده السجن، قال لها شوفي خليها معك تتولد، دابا بقى ما تحيدي لها، دابا اللي عطا الله عطاه 6 شهور تسقط لها، نوليو حنا في صداع. حطتها معاها جلست معاها للدار، اختها ولات جايه غدا جايه عليها، غدا جايه تتجي ديما عندهم. ايوا السيده اش دارت؟ نهار السيده بغات تولد، تتقول هي بغات تولد، عيطت على واحد صاحبتها، وكانت الولاده مفاجئه في واحد الليله،
3 اشهر كانت السيده جاتها المخاض على غفله في الليل، عادت واحد صاحبتها، ديك صاحبتها عندها الطوموبيل هما يديوها للماتيرنيتي في الليل، دخلوها الماتيرنيتي في الليل، استقبلتهم واحد السيده صاحبتها تخدم تما في الماتيرنيتي تتعس الليل، هذه ماشي فرمليه، ولكن هذه من دوك لي فام دو بين، دوك العيالات اللي تيشطبوا تيقادوا تما في السبيطار، الماتيرنيتي معاه صغيره في الليل تيخليهم مرة تنعس تما، الا جا شي حد تحليه، الا بغاو يعيطوا للطبيبه تتفيق الطبيبه، الا كان شي ولادها في الليل ولا شي حاجه، هذا هو العمليه، وتتفيق واحد، وهي تتعاون لان قديمه، تتعاون كممرضه وككذا وككذا تتعاون، ولكن اصلا حنا بقينا ماشي ممرضه، دارت شي شويه الاسعاف دخلت به تما، ولات فيها دير شي شويه التمريض تشطب تدير كل شيء، ولات داخله معاهم حتى هي بالطابليه البيضاء وداكشي معروفه، دخلتهم السيده شد عليها داكشي، فيقوا الطبيبه، جات الطبيبه قالت لها خصها تولد دابا، ولدوا السيده، ولدوا السيده، قالت لهم بون غدا نبغى تخرج وبعد غدا تخرج، بعد غد تخرج. الطبيبه حنا بحثنا معها في نيتها بان السيده من دخلات راه تسجلات وتقادات في الدخول في الباب ديال الدخول، هي ما تسجلات ما والو، الاخرين لعبوا كيفاش دازوا باش ما تسجلش، ودخلوا السيده. النهار الاول دوزاتو تما في السبيطار ناعسه، الليله الثانيه دوزتها في السبيطار ناعسه، ولكن السيده ديسباريو، السيده مشات تتقول هي جاو عندها في الليل، وكانت معاهم ديك الفرمليه، ديك اللي غنسميوها حنا الفرمليه كانت معاهم، وجا ديك من الطوموبيل وجاو في الليل ودخلوا عندها وقالت لها لبسي حوايجك، وهزوا الدري وقالت لها اجي، والاخرى تتقول قدام شي وحدين تما والدات واحد جوج كانوا 3 في ديك لاشومبر، والدات تقول لها يلا اختي الشومبر الاخر يلا غادي تنتقلي تولي في هذا اللي حدا الباب، مشي الاخرى داتها غير البيرو اخر، خرجوا وزادت في حالاتها. تتقول انا داوني للدار عندهم، خرجوا داك الليل كون الطوموبيل داوني للدار عندهم، وتتقول قالت لها شوفي نهضر معاك هاد الهضره، شتي هذه السيده صاحبتي هذه راه بغات تربي البنت، انا نقولها لك راه بغات تربي البنت، الا بغيتي دابا انا ما نبقاش تبقى شادك بالبنت، الله يرحم والديك، بغيتي هاد السيده ها هي تربي البنت ودير الحاله المدنيه ديالها ودير هذاك الشيء تبارك الله، لا تسنتي داك السيد راه عنده عامين ديال الحبس، راه عنده كيدير لك راه كذا 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 كذا. تتقول عيطات على اختها، قالت اختها غدا تكوني عندي راني ولدت، ما بغاش يقول اختها دينا للسبيطار، اختها جات هذيك اختها اللي قدامنا انت بحثنا معاها، قالت لها الاخرى شوفي انت اش غديروا دابا، هذه ولدت بنت، اش غديروا؟ اش غدير داركم؟ ايوا انا نقول لك بغيتي دير داركم ديها، ما بغيتيش هاد السيده هي تعرفها وصاحبتي وما عندهاش الاولاد وبغات تربي، عطاها تربي البنت، والبنت راه تعرف امها راه تعرفها وتجي عندها ودير، اما اختي انا ما نخليش عندي البنت امها، الله يعطيك الصحه. صافي راه قلتها للاخر، راه قلتها ليه وهضرت معاه وفسرت ليه راه ما يقدش انه باقي مزوج بولادو ومراتو راه غدير شي مصيبه، انا نقول لك غلبت عليهم بهاد الهضره. اختها تقول انا سولت ديك السيده كيفاش فين ساكنه، قالت غير هنايا، راه انا ساكنه راه تعرف داري تعرف كل شيء. قلنا هنا قالت بون واخا بغيتي تربيها واخا، المهم ربيها الا بغيت تربيها ياك، ولكن الله يرحمك من يخرج الراجل ديك الساعه غادي نحطوا البيضه في الطاس، ديك الساعه من غيخرج ويجي ويجلس، ديك الساعه الا بغى يدير كاغيط ما يضيعهاش، ورد البنت. قالت لي راه هادشي اللي غيكون، راه فاش غيخرج هو انا ما نبقاش نخليه عندي، تيجيو عندي الناس، دخلوا عندي العيالات، دخلوا عندي الجيران، ما نبقاش غدير البلاد ما ديرش، خليه عند المراه، تيخرج السيد صافي، بغى ديك الساعه السيد معاك شي قانون يديرو، مالك انت على هادشي. كان تما اتفاق على ذلك. السيده اختها تقول انا عطيتهم البنت، انا عارف بانهم غيخرج غادي نجلسوا معاه وغيجيبوا البنت، وديك الساعه يدير لها قانون ديالها ما تضيعش، وما راه بغاتها. هادشي علاش انا مشيت في هذا الاتجاه هذا، وحنا مشينا عنده تتقول الحبس وهضرنا معاه، قلنا لا جات السيده معها وغادي تربي البنت وكذا كذا، قال لها شوفي خليها الا بغات تربيها تنخرج انا وغنتكلف، صافي راه هذيك معروفه من بغيت البنت انا غنجيبها، ما تصدعونيش انا بحال المشاكل، ما تكونش هنا في حالنا. تتقول انا البنت داتها جلست عندها انا واحد 10 ايام، توقفت على رجليا وليت مزيان، عيطت لاختها قالت لها جي دي اختك اختي الله يرحم باك تيخرج هذاك من الحبس،
راه بنتي ساقط الخبار، وجات بنتي دارت لي مصيبه هنايا، وبقوا لها البرقاقه، ونوضت لي الغوات، وقالت لي غنمشي معاك لاسبانيا، وانا تبغي نمشي لاسبانيا نريح تما شويه مع بنتي، وبغيت نجلس مع بنتي، دي اختك. تتقول السيده دات اختها للبلاد، داتها للدار، ولات تهضر مع الاخرى، تتقول لها شو مابقاش تهضري معايا، انا بغيت تهضري معاه راه في الحبس، تذاكري معاه، انا بعديني دار الصداع حتى يخرج هو، راه تيعرف ديك السيده، انا نعتالي باش يجيب بنته. تتشوف هذيك ساستها. الاخر مشات عنده تيقول لك انت غتجي عندي باش تبقى تقول لي البنت، ما البنت هذا ما تجيش عندي، صافي. شتي الا بغيتي شي حاجه هاد المره عيطي عليا صيفطك الله خير خذيها. تتقول وليت تنعيط عليه بعض المرات، تنعيط عليه تنقول لها ودي شنو غنديروا دابا، تيقول لها شوفي سيري عند فلان يعطيك شي حاجه، ولا تعطيها 200 درهم، تعطيها 300 درهم، تعطيها. السيده صبرات، تتشوف البنت مشات، تكرفسات، هذاك حين بدا تيسوسها، دازت هذيك المده اللي كنا حنا بحثنا فيها، وديك المده ما بعد البحث وهي تتخبط، خدتها بجنبها، تقول لك كون غجبتي البنت ربيوها حنا، تيجيو عندها هو، تجيو عندها تما الدار، ما تجاوبهم شي جاره خرجت عندهم شي مره كتما مشات لاسبانيا، جاتهم شي خبر بان ما مشات لاسبانيا، راه باقا غا تما. اش داروا؟ تعصبوا طلع عليهم الدم، مشاو عند الجندرميه ديال القبيله ديالهم، ما فراسهمش هذا المشكل هذا، قال لها خصك تدخلي عند الوكيل الملك، دير شكاية تكسري عند وكيل الملك. مشاو عند وكيل الملك، دار الشكاية، قالوا في هادشي. وكيل الملك صيفطهم واحد نائب وكيل الملك، قال لهم سيروا عند الدائره الرابعه باش يتصنتوا لكم وداكشي. مشاو الدائره الرابعه لان هي اللي تابع لها الماتيريتي وداكشي، وتما لما جا وكيل الملك وعرف، عاود ديال داك النائب، عاد تاكد من انه راه القضيه في راسه، هو ما كانش في راس النائب، عاد قال لهم لا، تعطى الشرطه القضيه راه عندهم بحث في هذه القضيه هذه، وتعطات لينا. والسيده جات صرحات بحال تطالب بنتها من جديد، تطالب بنتها، قد كان نكري ونضرب عليها تماره، انا بغيت بنتي. حنا قلنا لها الا كانت هذيك بنتك راكي شتيها راه ماتت، راه تقتلات، هذيك بنتها تقتلات، هي مابغاش تصرت ليها، دارت بحال تقول بات، بحال خول بوها شدوا البنت وما رباوهاش، داوها قتلوها، ان هي كانت تقلب على البنت. في الاخر تفاجات بان البنت مقتوله، دارت شكايه، مشات الدائره الاولى علشان البنت. لما حنا جينا ودخلنا على الخط ودينا تشوف البنت، عرفت بنت مقتوله، بغات تنتقم، لا هي لا اختها، علاش يقتلوا لي بنتي، علاش يديروا بنتي كذا كذا، وانا هذا، وعرفتها وشافتها في لامورغ ميته قدامها، ولات بحال ديك البنت كانت عندها عاشت مع سنوات، ولات تبكي على بنتها، بغيت بنتي، وتابعتهم انا تنتابعهم. جبنا بنت النجار، لما جات الشرطه القضائيه وشافت هذيك ولات مرة اخرى. ولما دخلت لذاك البيرو اللي حنا فيه وعرفت دوك الدراري منهم انا ما عندهاش شي علاقه مزيانه معنا، ماشي صداقه ولا حاجه، سلموا عليها، تسلم علينا عليك السلام ديال الزنقه. شرحت لها، قلت لها بنتي هاد السيده هاش قالت بلا ما تدخل راسك الصداع، ترى مدوزه شويه ديال الحبيسي ولكن ديتي راك مشرمله ومطوره ومع حماتها وكلشي، بلا ما تبقى دونا من لهنا. البنت فين هي؟ ما قلناش يا البنت رحنا طلقات عند الجدرمي مقتوله، مشينا درنا هادي ودرنا هادي، البنت فين هي؟ قالت لك البنت داتها واحد السيده تربيها، السيده خصنا نعرفوها، السيده ما كايناش هنا في الخارج، السيده خصنا نعرفوها وتمشي معنا لدارها، ونعرفوها. قالت لك واخا نوريها لكم. بغينا نخرجوا معها وهي تعيط لواحد الدري منا حنا، قالت لي فلان كان سميتو نور الدين نهضر معاك. قلت لي هضر معاه نور الدين، هضر معاه في الكولوار، سير هضر معاه وانا نشوف نور الدين تهضر معاه. لا 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 الله يرحم بك، لا. قلت لها نور الدين شنو عندها؟ هي تتخربق. فهمت انا اشنا هي ديك تتخربق، انه بغات تساوم فلوس، الضحيه كاينه، اختها كاينه، البنت في لامورغ هي كاع ما همها هادشي هذا، هي مولفه تتعرف على الرشوات، الفلوس تعطى من هنا لهنا.
تصحابها تخرج معنا حنا في ديك القضيه. درت فينا كلاشو في ديك الوقت، كلاشتي ديك الحراميات وداك التبرهيش وداك اجي مع يطلعوا الدين، شوف مع الدراري كذا كذا، ما عندنا ما نديرو بها. غادي تمشي تورينا الدار ديال هاد خيتي. قالت لنا واخا. ملي خرجنا في الطوموبيل ركبنا، وهي تقول لي السي خراز دور القيصريه. قلنا القيصريه، دور القيصريه. كي دور القيصريه قلت لك انا راه عندها الحانوت ديالها، انا ما جيتش للحانوت انايا، وريني دارها باش ناخذ المعلومات ديالها، سميتها وسميت امها وسميت باها، نديرو لها كانت في اسبانيا نديرو لها البحث. قلت لك لا ماشي اسبانيا، راه هنا راه عندها الصالون. مشينا عند خيتي، خرجنا، السلام عليكم، السلام لاباس، البوليس، الشرطه القضائيه، مرحبا خويا، الراس والعين، ما تخافيش حنا جينا غنسولوك تمشي معنا. علاش غنخاف خويا؟ المخزن نعمه ديال الله سبحانه وتعالى، المخزن دارنا الله باش يحمينا. طلعي ادينا الشرطه القضائيه، دخلناها، هزلنا في واحد البيت، كنا اختي واحد البيرو، لا اختي الكوافوره، كوافوزه ولا الكوافوره ولا. قلت لها القصه اش فيها، ومشيتي مع السيده، ومشيتو للوبيطال وخرجتو السيده قيدتوها في ديك الليله، فاش دخلتوها قيدتوها، كان ما قيدت حد. فاش خرجتوها في الليل، كيفاش خرجتوها في الليل؟ دابا خدينا التصريحات ديال الاولى، خدينا التصريحات ديال الثانيه. الاخرى من قلنا لها الدريه راه مقتوله ولقينا مقتوله وانتم خرجتوها، وشكون اللي قتلها؟ ودخلت معها في الصح السيده وهي تزقر. قلت لك اخويا نقول لكم اللي كاين، انا بغيت ديك البنت وبغيت نربيها الصراحه، وقالت لي هذه، قالت لي عندها وحده في الدار حملات وكذا وكذا، وراه غنديوها تولد، والمولود اللي ولد انا غنضمنوك تاخذيه، لا بنت لا ولد. وبغيت نمشي، ومشيت معها هذا، مشيت معها للسبيطار، ودخلناها في الليل، واللي استقبلتنا هي ديك الغريضه صفيه، داك اللي خدامه تما، دخلتنا في الليل دايره معاها، ودخلنا لداخل وولدات السيده، وجينا ديك في الليل، الليله الاخرى اللي من بعد جينا في الليل، مشينا مع شي 2 الليل ودقينا وخرجت لنا السيده وعطاتها لينا. انا ما قيت سميه، ما عطيت سميه. اييه هاد الهضره غنشوفوا عليها عمتي صفيه مريضه. مشينا جابوها الدراري من دارها، جبناها الفرمليه مزوره، بينا قولي لنا شريفه، هاد الناس جابوا هاد السيده هادي عقلتي عليها؟ قالت لي يمكن اخويا، يمكن هادي عقلتي عليها، هادي جابوها لك في الليل، جابتها لك بنت النجار ولاد خيتي، جابتها لك في الليل وحليتي عليهم في الليل ودخلتيهم في الليل، والسيده بغات تولد في ديك الليل مع 2 الليل، ودقيتي على الطبيبه انا تولدتها، ومن ولدتها في الدار القضيه ما سجلتيهاش، وانت تسجلي في كل الناس اللي بغى يدخل، لان راه ماتيرنتي بالساروت عندك، وعندك تما الروجيست، عندك كل شيء، ما سجلتيهاش، والصباح ما علمتيش دوك اللي دوبلوك، وولدات السيده وحطيتيها تما والده، والليله الاخرى جاو عندك وداوها، تيقول لك انت سهلتي لهم عليتهم الباب وداوها. اش تقولي في هذا الشيء؟ سمعيتها السيده تقول لك، وانا اخويا صحابني انا مسجلها، وزعما انا استقبلتها فعلا السيده ولدت، واللي اخرى تبغى ديها، قلت لها بقيتها الصباح اللي غنديوها دابا غنديوها ورا داوها. قلت تخربق داخله في لافير برجليك، قلت لها حتى لهنايا غارقه حتى لهنا، ساعدتهم في الدخول في الليل وساعدتهم في الخروج بالليل، والبنت ما مقيداش، ما كاينش لاطراس ديالها حتى في شي ريجيستر، بالمساعده ديالك انت اللي عندك الساروت، تحلي الماتيرنيتي وتتسدي الماتيرنيتي. ارجعوا للبنت انتوما بجوج، داو البنت حيه، داو امها حيه، انتوما كي درتوا للبنت؟ قالت لك اخويا انا جات عندي البنت، شنو نقول لك، انا ديتها ومشات عندي للدار، صراحه مشات عندي للدار، دازو من السبيطار للدار عندي، ومع هادي لا ما قلتهاش لكم، قلتها لكم، وتما هضرنا على البنت، وبغاو يخليوها عندي تما في الدار، وقالت لها تجي اختها باش تهضر معنا في هذه القضيه هذه ونتفقوا، ولكن اخويا امي ما بغاتش، امي قالت لها لا، اذا كانت شي حاجه داخله في هذيك بنت النجار ما تدخليش فيها. قالت لها لا، قلت لها لا اختي ما نشدهاش، لا ما بغيتهاش ما نشدهاش، صافي وداوها، ديك الساعه ما عرفتش شنو وقع لها. الاخرى ولات تقول بنت النجار، قلت لا انا خليتها ليك، خليتها عندك، قالك بقات عندك انت، بقات عندك انت، شوف كي درتي ليها.
غادي تقول لها ما بقاتش عندي، انا امي ما بغاتهاش عطيتها لك، عطيتك البنت حيه وديتيها. بقاو مشادين بعضياتهم. ايوا رمادات العماد. هنا أزلنا بنت نجار هي الاولى اللي شويه صعيبه وقاصحه. لاله الصفيه الفاميليه قالت كلشي، قالت كلشي، دخلتها اتفقت معاهم وكذا وكذا ودخلتها. وهذه العمليه كلها مقابل 3000 درهم، اي نجيبوا لك في الليل وعطاها لنا في الليل 3000 درهم باعتراف ديالها. دخلنا بنت النجار، وهنا بغيت نقول لكم واحد الصراحه، كانت قبيحه وخويبه ومجرمه وعرفت إلا اعترفت فيها غتمشي جنايه، وعرفت قضيه كبيره فيها روح، وبغات تطلع للجبل طلعه كبيره قداش، بغات تطلع للجبل تماما. حنا نصيروها، صيرناها بالمعقول وما رحمناهاش، بالحجاج، بالغوات، بالصداع، كذا وحلات، واعترفت. اشنو قالت؟ اعترفت بان البنت، قالت تقول بان البنت ماتت ليها، البنت ماتت ليها، تقول خديت البنت من عند الام ديالها وديت البنت لهذيك، وهذيك ما قبلتهاش، فعلا ما قبلتهاش، وديتها لواحد صاحبتي حتى ندبرها شي مرة اللي غتربيها، لان الاخر هضر معايا في الحبس قال لي شوفي كي دير ديك البنت ما تخليهاش، عطيها شي وحده. تقول ديك البنت اللي خليتها عندها مات ليها، وعطاتها ليا مات ليها. وديك البنت في ساكنه الدوار في كاين الجندر، هذيك اللي داتها تقول مات ليها، وتقول عطات لها، قالت لها اجي راه البنت ماتت. تقول هزيتها خديتها من عندها وجيت انا وياها بقينا غاديين، وقالت لها شوفي اختي دابا البنت ماتت، قالت لها نحطها في شي بلاصه، وحطينا بلاصه في لقيتوها في القوى الجدرميه، حطيناها تما، خدينا من هذا الاعتراف، جبنا ديك البنت اللي قالت من الدوار بحضور الدرك الملك، مشاو معنا جبناها، وقلت لك انا كنت موصيتها على بنت تجيبها ليا، الا لقات بنت ولا ولد كنت وصيتها وتنعرفها، قلت هي فايته عندها سوابق لا بغات تربيها اختي، وصيناها. وقالت لي شحال ديال واحد السيده كل ساعه تقول لي واحد السيده تولد نجيبها لك، تولد نجيبها لك، وجابت لي هذيك البنت، ولكن البنت مريضه ما تترضع ما تاكل ما تدير حتى حاجه، وحنا الصراحه ما لقيناش حتى غير الرضاعه. وقلت لها اختي دي هاد البنت، دي هاد السيده تموتها في يدي، وداتها من عندي حيه، وداتها معايا في الرباط العشيه، خداتها ومشات وجات مع واحد صاحبتها وزادوا في حالتهم، مشاو. شكون هاد صاحبتك اللي كانت معاك؟ شكون هاد صاحبتك اللي مشيتو باش جبتو عيطات قالت لك اجي دير البنت وديتوها؟ شكون صاحبتك؟ ما بغاش تقول شكون صاحبتها، تقول لك لا جبتها بوحدي، كانت معايا حتى صاحبتي، مشات معايا واحد السيده وكنت فارقنا ما بغاش تجبدها. ولكن تتقول تتعترف بان مشات جابت البنت بوحدها، وتتقول حطت البنت في ذاك الخنت، وتتقول بان البنت مات ليها، ولكن ضدها حجه ضدها ان دايره لها الزيف على عنقها وفمها، وتتقول حطتها في المكان فين حطتها في ما خرج الجندر كما كان الجندر هنا لقينا البنت. ولكن السيده تقول لك جات داتها هي واحد خيتي، واش داتها الكوافره معك؟ تقول لا ماشي هذه، واش داتها البنت هذه؟ لا ماشي هادو، هذا اخرى ما بغاش تقول. ولكن من بعد حنا من بعد هضروا الكلام وكذا، حنا قدمنا الجنايات، قدمنا يوما معاها، عرفنا بان اللي كانت معها كانت مع واحد اختها، واختها مزوجه، واحد خينا تا هو في المخزن، ما نقولش فين، في البوليس ولا في كذا ولا في كذا، لا في المخزن، وما بغاش تجبد ديك اختها، ما بغاش تجبدها، اللي مشات معها عندك السيده اللي داو البنت لديك خيتي، ما بغاتش الصالون داوها لديك خيتي، كانت عليها طب عليها تقول لك جيب لي هاك اختها كي ولد بنتك دبر راسك، لا. والخوذه تقول لك انا البنت ما بغات ترضع ما بغات دير حتى حاجه والو، البنت مالوكه يلاه تتنفس، لا خديت ديال البنت غتموت. كل قالت مات لي البنت في الطريق وحطيتها، وما دارتش ديك القجه الفولاره وداك الدخلاله الفولاره فمها كما لقاوها الدرك الملكي،
اي كان القتل، كالقتل. هي قالت لا انا ما قتلتهاش، مات وحطيتها تما وحطيتها في ذاك الخلا في لقيتوها، وحنا عندنا حجه بان حسب المعاينه ديالنا وديال الدرك الملكي مقتوله حسب الطبيب الشرعي. ها الله قد شاده في الانكار ديالها ديال ما قتلتش، ديال حطيتها، ولكن الحجاج اللي كانوا ضدها هلكوها، لانه ماشي الاعتراف سيد الادله، ولكن كانت الادله سيده الاعتراف، الادله باش حطينا عليها. وما بغاش تعترف ديك خيتي تبعنا قضيه التحقيق، قضيه التحقيق شكون هذيك اللي مشات مع اكومبانياتور ديالها، ممكن بجوج تعاونوا في القتل ولا. المهم هي تحملت المسؤوليه كامله، تحملتها. مشات الكوافوره مشات تقول الكلام اللي قلت، مشينا مع السبيطار، ولكن كان اتفاق تقول مسبق بيننا وبين ديك اللي خدامه في السبيطار، هي جابوها في الليل وداوها في الليل، ساعدتهم باش يخرجوا البنت وما تقيداتش. علاش تنقولوا رجيست ما لقينا فيها لا سميه لا والو، وحنا معاها. مشات الضحيه تحضر، مشات اختها تحضر المحاضر اللي بنيه بانه راه من بعد غادي. مشينا تصنت لها، دخلنا في الحبس، تيقول انا كنت عندها علاقه بها وكذا، علاقه غير شرعيه، وقالت لي بان حامل مني وانا ما عرفتش واش حامله مني ولا ماشي حامل مني، ما بغيتش نعترف بداك الحمل، وبانه هذيك السيده تدخل وتتخرج، ربما دخلت رجال من بعدي ولا قبل مني ولا كذا، هذيك تتعاطى القواده وكذا وكذا وكذا. دخل بهذه الهضره هذه الحضر ديالو. دخلت اخرى قتل جاني، القتل العمد، القتل ما فيهاش اللعب، دفعناها بالقتل العمد. فالتديك اللي كانت معها اللي ما عرفناهاش ومبغاتش تجبدها، وقالت لك ما كان معايا حد، واحد السيده غا جات معايا وسلمت عليها في الطريق، وسلمت دخلت معنا تما ومشات فحالها وكذا وكذا وكذا. وجات السيده العربيه حتى هي جبنا هذيك اللي قالت لها رديتها لهم. كان هناك تكوين عصابه اجراميه والقتل العمد، قدمنا الجنايات. الام ضحيه، عندها الام مسكينه جايه تخدم حتى ولات في كارثه، ناويه الخدمه. وهنا بغيت نقول لكم واحد القضيه على واحد المدينه خدمت فيها، ولكن ما نجبدهاش، ما نجبدش اسم المدينه. كنا لقينا عصابه فيهم عيالات ورجال، بعدا وحده كنا شدينا دايره شيفور، وتيمشيو للقرى والبوادي، القرى النائيه في كاين الفقر، وتيمشيو وتيقولوا بغاو خدامه. وديك خيتي تقول انا مرت واحد كبير راتب في العسكر، كبير في الجدارميه، كبير في البوليس، انا مراتو كذا، هي كانت تبان شخصيه، وبغيت شي وحده تكون خدامه، تكون فايته مطلقه، وتكون بغات تخدم، وتجيبهم من العربيه. وكانت تجيبهم من عند المدينه، فين تجيبهم؟ مساكن الناس ما عندهم شيء تعطوها، ما واعي شيء، ما تعرفوا الادريسه ديالها، تقول لهم هذا التليفون ديالي وصافي غنبقى نجيبها لكم كل شهر وكذا وكذا وكذا، تدور معاهم، هذا تعطوها البنت. تيجيبوا البنت مسكينه مطلقه ما عرفت تدفتا، سيرتو في دوك النواحي اللي يتزوجوا البنت قصيرات ويطلقوا قصيرات. وكانت تمشي تجيب البنت تعطيها العيالات اللي هما تيمارسوا الدعاره وتيمارسوا القواده، وتيدخلوا ديك البنت وتدخلوا في واحد الدار، تشوف على عينها بانهم رجال تيدخلوا ويخرجوا القصره، تقول لها هي شوفي انت ما دخلاش مع هادو، انت جبتك تخدمي عندي، تصبني وتطيبي. تبقى البنت مسكينه خدامه تصبن وتطيب، ولكن ما تخرجش. لقينا عصابه، يمكن دوك الناس اللي في ديك المدينه تسمعوني وتعرفوا هذه القضيه، الا بغات تمشي للحمام تيمشيو معها جوج ديال دوك اللي تيتاجروا في الذات ديالهم، وتمشي مع هذيك كذا تيديوها للحمام ويجيبوها باش ما تهربش، تيديوها ويجيبوها. وتمشي معاهم شي واحد من الدرب تيكون داكشي مسخوط، يلا معنا فلان وصلنا للحمام باش يخلعها، تقول لها هي، تقول لها هكا يطب فيك هذا مسخوط، هذا تيديوها للحمام ويجيبوها. داروها شحال من البنت وتتبقى تما مسكينه، تيبيعوها هذيك تتبيع، هذيك تدير القواده. في الاخر تيقول من نوضوا دوك اللي تما تيقول لها تخدمي على راسك، تبقى طيبي وكذا وكذا، ما تندبروا، ما تدبر راسك كذا وكذا. تيجي تدخل مسكينه في السوق تردوها حتى هي وحده منهم ضحايا. الحمد لله هذا الشيء راه إلا نقولوا راه تحيد من المغرب، هذا الشيء هذا ما بقاش الا قليل. هاد السيده هي جات على نيه تخدم حتى ولات داخله مع دوك العيال ديال القصاره وديال الفساد، حتى ولات حامله، حتى ولات البنت مقتوله عليها،
تا ولات تطالب واحد البنيه مسكينه بغات بنتها تا ولات شافتها ميته وهي انفجر. واش بدات كلشي مشى في الدرس، كلشي مشى في الحبس. هي خدات تقريبا واحد تحكمت ب 20 عام، 20 عام باش تحكمت، والاخرين كل واحد اش عطاوه. صحت الاخبار من بعد بانها تحكمت ب 20، غير ديك الفورمه ديالها وديك الهضره ديالها وداك الشيء يمكن زادوها شي كملوا لها 20. غاديك حل الفم ديالها، الصوابق ديالها وداك النكير ديالها، واحد العين تتخرج فيهم، وحنا معاها في البحث باش خرجنا هاد لافير هادي. نتمنى من الله هاد القصه تعجبكم واستافدوا من الدروس الاولى اللي قلت لكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله.